السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان ومتابعين قناة حريف التحليل. حلقة جديدة في قناة حريف التحليل، ولكن متعودين قبل ما نبدأ أي حاجة متنساش تحط اللايك بتاعك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد مع قناة حريف التحليل. مفيش في التحليل إلا التحليل المسير. ونبدأ حلقة النهاردة بملخص أو في الدوري والقصص اللي حصلت. طبعا النادي الأهلي اتعادل مع مودرن سبورت. الزمالك في بداية مميزة بالفوز على سيراميكا كليوباترا. بيراميدز ببداية سيئة جدا أمام وادي دجلة بالتعادل السلبي 0-0. والمصري البورسعيدي يفوز على الاتحاد السكندري في ديربي الإسكندرية والبورسعيدية 3-2. احنا بنتكلم عن الأربعة. إذا كان في بعض المفاجآت، خاصة مفاجأة الأهلي ومودرن سبورت، خاصة مفاجأة النادي الأهلي ونادي مفاجأة الأهلي ومودرن سبورت وبيراميدز ووادي دجلة. دول كلهم كانوا مفاجآت الدوري. طبعا زي ما اتكلمنا كلنا ان دول كلهم كانوا مفاجأة بداية الدوري المصري الممتاز، نظرا كلنا عارفين ان بيراميدز كان وصيف والنادي الاهلي كان بطل الدوري، خصوصا ان مودرن سبورت كان ما عندوش الامكانيات اللي تنافس سكواد النادي الاهلي. بيراميدز كان عنده الامكانيات اللي تنافس وادي دجله. ففي كل الحاجات دي كان في مفاجأتين، هما المفاجأتين دول اللي انا بتكلم عنكم، وهو ان نادي بيراميدز بعد التعادل امام وادي دجله والاهلي ومودرن سبورت اصبح المصري والزمالك هما الاول المصري والثاني الزمالك. وايضا من الصفقات اللي ظهرت بشكل مميز جدا هي شيكو بنزا، احد اهم المفاتيح اللي ظهرت من نادي الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا. ايضا جدا. ايضا هدف محمد شحاتة، الهدف اللي في منتهى الروعه واللي كلنا اللي احنا شفناه من نص الملعب في مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، وكلنا عارفين الحاجات دي. رقم 3 ودي الحاجة ومن أهم اللعيبة كمان اللي ظهرت بشكل كبير جدا، أحمد عاطف لاعب نادي زد. الراجل بيلعب مباراة في منتهى الجمال والروعة أمام بيلعب مباراة في منتهى الجمال والروعة أمام نادي المقاولون العرب في بداية الدوري، وقدر يساهم في صناعة هدف ويتسبب كمان في ركلة جزاء. أيضا من أهم الصفقات اللي تم التعاقد معاها وظهروا بشكل لافت بشكل كبير جدا، وهو عمر الساعي لاعب نادي المصري، وبشكل كبير جدا هو مرشح إن هو ياخد لاعب الجولة الأولى نظرا للهدف اللي سجله، نظرا للمباراة اللي قدمها أمام الاتحاد السكندري، قوة التمركز اللي كان عمله في الهدف، قوة التركيز في الهدف، قوة التركيز في أرضية الملعب، كانت مساعدة بشكل كبير جدا على إن هو يقدم مباراة قوية. فعمر الساعي حتى الآن هو المرشح الأقوى للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، نظرا لما الإمكانيات القوية التي يتمتع بها عمر الساعي. ايضا من اهم الحاجات اللي ظهرت بشكل كبير جدا، وكان اهم الحاجات وكان مفاجأة بالنسبة كلنا، وكان فيه وقدم مباراة في منتهى الجمال والروعة. والمباراة ديت شهدت إثارة ومتعة بشكل كبير جدا، من حيث الأهداف، من حيث المتعة، من حيث الجمال. وهنتكلم عن مباراة الزمالك وسيراميكا، والكلام على اللاعب ده هو نجم نادي الزمالك سيف الدين الجزيري، اللي من اما نزل بدأنا نشوف التحركات عن ناصر منسي. شفنا تحركاته في أرضية الملعب، شفنا الباصات بتاعته في أرضية الملعب، شفنا مساهمته في الهدف الثاني مساهمته في الهدف الأول واستلامه عمل كروس وصلت لآدم كايد لناصر مان وشاط الكرة ودخل الجول. فشفنا أهمية سيف الدين الجزيري نظرا لطول وتضخم سيف الدين الجزيري. فأنا بالنسبة لي سيف الدين الجزيري من أهم اللاعبين اللي كانوا في الجولة دي. إذا هي جولة مليئة بالمفاجآت، جولة مليئة بالسعادة. أيضا منتخب مصر امبارح لكرة اليد تحت 19 سنة قدر يتعادل مع التشيك، وراه مباراة النهارده صعبة أمام الدنمارك. كده خلصت حلقة النهارده، وأشكرك على حسن المتابعة. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.